كنافة وقطايف من عنده لمين، كنافة وقطايف من عنده لمين، ويأتي الولاد ويا بخت الصايمين، كنافة وقطايف. رمضان يعني كنافة وقطايف. هو أنا رابع جيل في المهنة، احنا في المهنة بقالنا 150 سنة. تمام. طبعا جدي ووالد جدي الأول كان كنافة، وكنافة يدوي بتعمل يدوي. ما كانش فيه تطور، كان هو عبارة عن حجر حديد بيصبوا الكنافة عليه. تمام. وبعد كده هو تطور والحمد لله، يعني والدي وأعمامي وطوروا في المهنة وعملوا المكن اللي هو دوت، بحس ايه كنظافة طبعا، كوفر للجهد ووفر للوقت في كل حاجة، والصنعة طبعا أفضل وأحسن. بالنسبة برضه للقطايف كان نفس الكلام، كان عبارة عن قمع زمان بيصب على حجر حديد، وكان طبعا شغل برضه يدوي. تمام. لكن دلوقتي الحمد لله المكن بره سهل علينا كتير قوي. هم تعبوا واحنا الحمد لله بنكمل المسيرة اللي هم يعني تعبوا فيها، وبنحاول نعلمها لاولادنا. احنا في الصنعة دي هي شغلنا بحب اكتر ما هي مهنه او صنعه بالنسبه لنا. يعني انا طالع انا حابب المهنه، فحابب ان انا اطور فيها، وحابب ان انا اطلع احسن صنعه واحافظ على الاسم اللي هم عملوه في سنين. ودلوقتي طبعا ما فيش كنافه وقطايف بس، في سمبوسه دخلت، في رقاق طري ورقاق ناشف وجلاش وعيش كريب، وفي يعني كل حاجه دخلت في المهنه طبعا. فبس طبعا الاساس طبعا على سفره رمضان هي الكنافه والقطايف. والقطايف طازه يوميا على طول عندنا، وطول السنه يعني برضو كنافه وقطايف عندنا شغالين، والكنافه طازه برضو على طول اهي، والقطايف يوميا. بس لازم تتقفل في نفس اليوم بقى القطايف، ان هي ما تنفعش تبات، عشان لو باتت مش هتتقفل، لكن تتاخد تتحشي، ممكن تشيل في الفريزر العادي، لكن لو اتركنت كده مش هتقفل معاكم. والكنافه عادي بتقعد كده، لو حد بيخزنها في الفريزر بتقعد عادي، ما بجرالهاش اي حاجه في الفريزر. بس القطايف لازم ايه تتقفل الاول، لازم تتحشي الاول وتتشال في الفريزر العادي، بس كده. رمضان في مصر اجواءه غريبه، اجواءه جميله، وكل يعني كل معلم من معالم رمضان الفوانيس، الكنافه والقطايف. انت قول لي شعورك ايه وانت بتتعامل مع الناس خلال شهر رمضان؟ هو الواحد ما بيحسش برمضان بصراحه، يعني غير في الزحمه كده مع عندنا والكنافه والقطايف ده حتى الناس هنا جنبينا ما بيقول لك هتفرشوا امتى، احنا بنحس برمضان في الفرش وكده والمكنه وهي جايبينها والكلام دوت. يعني اجواء حلوه، اديك شايفه اجواء عامله ازاي هنا عندنا، وكل طيبين. العاده في الشعب المصري اللي هي الكنافه والقطايف اساسيات من اساسيات رمضان. دي حاجه اساسيه من اساسيات رمضان عند الشعب المصري في شهر رمضان بالذات، الكنافه والقطايف. حضرتك بالك قد ايه شغال في مجال الكنافه والقطايف؟ 15 سنه. ذكرياتك بقى والمواقف الطريفه اللي بتحصل في الايام دي؟ هي المواقف هي اكتر حاجه، يعني لما بيكون في ضغط، يعني الكنافه ما بنبقاش ملاحقين عليها مع الزباين، القطايف بالذات كمان، لان ممكن تكون الكنافه عشان موجوده طول السنه، بس القطايف بس اللي في شهر واحد، فعليها اجبار جامد. في انواع للقطايف؟ في اللي هي الوسط، العصافيري، الكبيره شويه، حسب. اكتر الاقبال على ايه؟ الوسط. تمام. احسن يعني من الكبيره؟ لا، مش مساله احسن، يعني مساله حسب ما الزبون بيفضل. في اللي بيفضل العصافير اللي هي صغيره خالص، في اللي بيفضل اللي هي الوسط، في اللي بيفضل اللي هي كبيره، حسب مطالب الزبون. الكنافه البايته بتبقى احسن من الطازه، بمعنى ما بتعجنش وبتعملها صينيه. الكنافه الطازه دي اللي هو زي ما يكون بيعملها بورمه بيلفوها اساور، المفروض ياخدها قبلها بيوم يحطها في الثلاجه. تمام. هي الكنافه حتى لو واخدها طازه لازم احطها في الثلاجه، زي القطايف ممكن ياخدها قبلها بشهر، بشهرين، باسبوع، بس يشيلها في الفريزر، بس اهم حاجه تكون متقفله ومحشيه عشان ما تبص. عادات المصريين اساسيه الكنافه والقطايف، دي عاده كل سنه، ربنا ما يقطعها يا رب، وما يحرمش الشعب المصري منها يا رب. والاسعار هي زي ما في متناول المواطن المتوسط كمان يا رب.